فاكرين الطفل ده؟ الطفل اللي حرفيا كون طفولتنا تقريبا من ساعة ما الفيلم ده نزل لغاية دلوقتي في التسعينات، بقاله 30 سنة حرفيا. كل سنة بيتعرض في الكريسماس وكل سنة بنتجمع حواليه. وده يخليك تسأل نفسك سؤال: ايه اللي يخلي طفل بريء زي ده يتحول من نجم للشكل ده؟ الاشاعات بتقول ان مايكل جاكسون اتحرش بيه لما كان طفل، ابوه بيستغله وبيعنفه جسديا ونفسيا، بيتحول لمدمن مخدرات ومجرم وبيهدم نجاحه بنفسه، بيقتل براءته بايده بعد ما كان الطفل الاعلى اجرا في هوليوود بياخد 8 مليون دولار في الفيلم الواحد لواحد مش لاقي يشتغل. هي دي قصة ماكولي كولكن. يلا بينا. في السبعينات في نيويورك، كريستوفر ابو ماكولي كان راجل طموح وممثل موهوب. بيبدأ شغله كممثل في مسرحيات بسيطة، لعب دور إضافي في مسرحية ويست سايد ستوري ومسرحية هاملت، لكن دايما كان حاسس إنه بيكون كومبارس، عمره ما خد دور بطولة وده حسسه بالنقص. خلال مسرحيته الأخيرة كينج لير كان بيلعب دور راجل أعمى، كيت بيغمض عينه وبيقرب من المسرح منغمس في الدور جدا، لكن بيقع من على المسرح على الأرض، وده بيسبب له إصابات ما خلتهوش يعرف يكمل بقية العرض. وبسبب الإحراج والعار والإهانة اللي بيحس بيها بيقرر إن يكون ده آخر دور ليه. بعدها بيقرر يشتغل سواق تاكسي عشان يقدر يوفر لهم حياة نوعا ما كويسة، لأنه كان متجوز ساعتها ومخلف. أما والدته باتريشيا ست طيبة ومكافحة واقفة جنب جوزها، كانت شغالة في سنترال، كان وظيفتها إنها توصل المكالمات للناس قبل ما يكون في اتصال مباشر زي النهاردة. في سنة 1976 كيت وباتريشيا بيرحبوا بأول طفل، وعلى عكس ما بنقول الطفل بيجي برزقه، ابنهم حملهم عبء كبير جدا في المصاريف. ورغم ده ما وقفوش يجيبوا عيال لحد سنة 1989 كان عندهم حرفيا 7 عيال. وانا هنا بكلمك عن عيلة متوسطة الحال، او يمكن تكون حتى تحت خط المتوسطين بشوية، وعايشين في نيويورك اللي يعتبر لحد النهاردة من اغنى المدن. بعدها بفترة كيت ربنا بيكرمه كده وبيتعين في كنيسة، مرتبه بسيط شوية بس على الاقل قادر انه يغطي مصاريفه، مصاريف اولاده في المدارس ومصاريف البيت. كانوا عايشين في بيت قدام القطر مساحته صغيرة جدا، ما كانش فيه ابواب بتفصل ما بين الاوض الا اوضه الحمام، هي دي الوحيده اللي كان ليها باب. تخيل اسره مكونه من 9 افراد عايشين في بيت صغير قوي. 5 اطفال كانوا بيناموا في اوضه واحده، وكيت وباتريشا كانوا مكافحين وبيشتغلوا ليل نهار عشان يعرفوا ياكلوهم ويودوهم مدارس. ماكولي كان ترتيبه الثالث ما بين اخواته، وبسبب انشغال اهله نقدر نقول انهم ما يقدروش ياخدوا الاهتمام الكافي، وده اكيد اثر عليهم كاطفال اتولدت في اسره فقيره في الظروف دي. لكن هنا بتحصل حاجه تعتبر بدايه التغيير. جارتهم كانت شغاله مديره مسرح في انسمبل ستوديو ثيتر، كانت بتشتغل على مسرحيه وبيكونوا محتاجين ولد تقريبا عنده 6 سنين. هنا جه في بالها كيت وباتريشا، وبالفعل راحت سالت كيت، وقبل ما حتى يسال عياله اذا كان هم عايزين يمثلوا او لا هو بيوافق على طول، بيلاقي انها فرصه من ذهب واللي كان بيتناسب معاه مواصفات الدور. ماكولي وعيلته كانوا فقراء، هم اللي بيتحملوا تكاليف المواصلات، بروفات المسرحية. عشان كده ماكولي كان كل ما المسرح يفضى بينزل تحت كل كرسي في المسرح يدور على جنيه فكة، حرفيا بيحاول يلقط رزقه كده على شوية فكة وقعت من جيب أي حد عشان يقدر يروح بيته. في سنة 1987 بيظهر ماكولي في واحدة من أكتر المسرحيات اللي هتنقله نقلة تانية، مسرحية أفتر سكول سبيشال. الكل هنا انبهر بأدائه، طفل عنده 6 سنين بيتمتع بكاريزما جبارة، لدرجة ان ساعتها كل الصحف والنقاد كانوا بيكتبوا عنه وبيشيدوا بأدائه في المسرحية. هنا وابوه وامه على طول بيستغلوا الفرصة وبيستقيلوا من وظيفتهم عشان يستفادوا من كل الضجة اللي حوالين ماكولي. عبء مصاريف عيلته واخواته اتشالوا من على كتافهم وحملوه لطفل عنده 6 سنين. في سنة 1988 بيظهر ماكولي في مسلسل ذا ايكولايزر، وبعدها في فيلم روكيت جالر. بعدها بسنة على طول بيدخل في عالم السينما في فيلم سي يو ان ذا مورنينج، نجح كبير وخلى العيون كلها عليه وعلى موهبته. بعدها بيعمل فيلم كوميدي اسمه اندر باك مع جون كاندي، واثناء تصوير الفيلم الكوميدي ده كان بيتكتب الفيلم الاسطوري هوم الون اللي لسه لغايه دلوقتي بيتعرض وبيحقق نجاحات. كاتب فيلم هوم الون بيجيله الفكره اثناء فيلم انكل باك، وهو بيكتب الفيلم الشخص اللي كان في دماغه بالفعل كان ماكولي، كأن الدور اتكتب علشانه. لكن المخرج ساعتها كان مقلق ان ماكولي لسه صغير على حجم دور كبير زي ده. بيقرروا ساعتها يأجلوا قرار تعيينه ويعملوا كاستنج او يجيبوا ناس تعمل تجارب اداء ل 400 طفل على امل يلاقوا حد افضل منه، ومن ضمن 400 طفل كلهم فشلوا
فشلوا، والوحيد اللي كان لاقي عليه الدور فعلا كان ماكولي. بيبدا التصوير اخيرا، ورغم صغر سنه بيجتهد ماكولي بيحفظ السيناريو صفحه صفحه، وهنا بيقرر انه خلاص القرار النهائي انه يكون هو بطل فيلم هوم الون. بيقدر يوفر دور لاخوه الصغير كيران في نفس الفيلم، وبعد نجاح الفيلم الاول انكل باك، ماكولي بيكون ممتن للمخرج كريس لان هو اللي قدر يساعده يمثل بالاداء الاسطوري ده. ما كانش بيزعق له ولا بيتعصب عليه، كان كل اللي بيعمله ان هو بيوجهه ازاي يأدي قدام الكاميرا بالشكل اللي المخرج عايزه. في سنة 1990 في نوفمبر اخيرا فيلم هوم الون بينزل لصالات السينما. الفيلم بيعمل حالة يا اخوانا، بيكسر كل الارقام، بيكتسح كل الايرادات، بيحقق 476 مليون دولار حوالين العالم في سنة 1990، اللي هو فيلم سوبرمان لسه بيتعرض دلوقتي وجايب 600 مليون. فيلم هوم الون جايب زيه، وبيتحط في قائمة اكثر الافلام نجاحا في التاريخ. بيتحول ماكولي من مجرد طفل بيمثل لرمز ايقوني، بيطلع في اغلب المقابلات بشخصيته الساخرة، بيضحك الجمهور، كل ده وهو لسه في مرحلة الطفولة. هوليوود خلاص اعتبرته نجم، وبيبدأ ياخد اجر عالي جدا بالنسبة لطفل. من كتر شعبيته والجمهور اللي كان بيوقفه في كل حتة، ماكولي كان بيضطر انه يتنكر وهو خارج رايح الملاهي زي اي طفل صغير. بيقول انه مرة كان خارج عشان يشتري حاجة لبيته، وكان لابس كاب بيغطي بيه وشه، وهو داخل السوبر ماركت بيرفع الكاب عن وشه. هنا بتلاحظوا ست كبيرة بتجري عليه وبتنشل الكاب من على راسه وبتقول له ايه ده، هو ده شكلك في الحقيقة؟ على فكرة في التلفزيون انت احلى بكتير. تخيل طفل صغير بيتعرض للنوع ده من التنمر من الفانز بتوعه. الكلام ده كان بيتقال له كتير، وده كان الوجه الاخر من الشهرة اللي صعب اي حد يتحمله. المواقف دي كانت بتجيب له اكتئاب، كان بيحبس نفسه في البيت لاطول وقت، وثقته في نفسه بدأت تقل. كان دايما بيحب انه ينعزل ويقضي اغلب الوقت في بيته، وخروجه بيكون قليل جدا. بعدها بيجي الماكولي وعيلته فرصة ذهبية. مايكل جاكسون المغني العالمي بيتفرج على فيلم هوم الون مع اولاده، وبينبهر بتمثيل ماكولي، وبيقرر انه يعزم ماكولي وعيلته في بيته نيفرلاند رانش. ماكولي على طول بيوافق، وهنا على طول اول ما بيتقابلوا حرفيا مايكل جاكسون يعني زي ما تقول كده ماكولي دخل قلبه، كان بيقرب منه جدا، كان بيعتبره فرد من اسرته. ماكولي كان بيقضي وقت كتير جدا يلعب مع اطفال مايكل جاكسون. مايكل كان عارف الاستغلال اللي بيتعرض ليه ماكولي، لان هو نفسه اتعرض للاستغلال وهو طفل. ده كان سبب رئيسي يخلي مايكل يتعاطف معاه. ده غير ان مايكل كان بيتعرض للتنمر والاهانه من والده، رغم ان هو اللي بيصرف على عيلتهم، فده خلى طفولته تكون مشابهه لماكولي. ابتدى يعتنقوا اكتر ويحطوا تحت الاضواء، ونشوفهم مع بعض في كل حته. كان بيظهروا معاه في كليبات لاغانيه زي اغنيه بلاك اند وايت. ابوه طبعا كان بيشوف كل ده من بعيد، وكل اللي في دماغه حاجه واحده بس: ازاي اطلع فلوس اكتر من ابني، ازاي استفيد منه اقصى استفاده. فلوس هوم الون ما كانتش كفايه، كان لازم ماكولي يرجع مره تانية يمثل. بيجبره تاني يرجع للتمثيل، خصوصا انه لسه قاصر وتحت وصايتهم، وهم مش بس اهله، دول مدراء اعماله اللي بيتحكموا في ثروته كلها. بيمثل في فيلم مايجيل، وبعدها بيطلع في مقابله والمذيعه بتساله لو هو بيختار ادواره، لكنه بيجاوب ان امه وابوه هم اللي بيختاروا له كل ادواره. كانوا بيشغلوا ماكولي من غير راحه، من مقابلات لافلام لدعايه. ماكولي كان بيحس بارهاق وتعب طول الوقت، لكنه ما كانش في ايده حاجه غير انه يسمع الكلام. بقى اصغر واحد يستضيف برنامج SNL او تاني اصغر واحد. ابوه كان بيهدده جسديا لو كان بيستخدم الكيو كاردز. كيو كارد دي لو انت دخلت اي مسرحيه بتلاقي واحد كده ماسك ورق معين فيه الحوارات اللي مكتوبه اللي بيقولها الممثلين، عشان لو ممثل نسي يقدر يقرا منها ويسترجع الكلام. ابوه قال له انه هيضربه لو قرا من الكيو كاردز دي، لازم يحفظ السيناريو بالكامل سطر سطر وجمله جمله، ولازم يقدمه باحسن صوره ممكنه تخلي الناس تحبه اكتر. ماكولي ساعتها اللي كان عنده 11 سنه كان بيحس بالرعب والخوف من ابوه، ان هو ممكن يضربه في اي وقت لو ما كانش مثالي بالشكل الكافي. ماكولي قال ان ابوه ما كانش بيحبه ولا هو كان بيحبه، لكنهم كانوا مضطرين انهم يكونوا سوا، لان ماكولي بقى مكنه الفلوس بالنسبه له اللي ما يقدرش يستغنى عنها. في نهايه 1991 كانوا بيحضروا الفيلم هوم الون الجزء الثاني. هنا ابوه كان بيتفاوض على فلوس اكتر، كان عايز ابنه ياخد 4.5 مليون دولار عشان هو كمدير اعماله ياخد رسوم اداريه لنفسه بحوالي مليون دولار. الاب جشع الفلوس، كان عمياء عن صحه عياله او حتى مستقبلهم الدراسي. بتنتشر الاخبار حوالين جشع كيت واستغلاله لابنه الصغير، والصحافه بتقلبه هوليوود داد فروم هيل او اب من الجحيم. بيشوفوا فيديوهات كتير من صحفيين بيتكلموا عن مدى جشع الاب ده، انه عايز ابنه يمثل ادوار اصعب واكبر بكتير من سنه عشان يبان قدام المخرجين ان عنده رينج تنوع وياخدوه في اعمال احسن واقوى. كان بيروح للمنتجين يهددهم انهم لو ما خدوش ابنه في افلام تراجيدي مأساويه
القضيه مش هيخليه يمثل في هوم الون الجزء الثاني، اللي هو اصلا الفيلم كله مبني على اساس ماكولي هو بطل الفيلم. كان بشكل يومي بيزعق في التليفون عشان ياخد العروض والفلوس اللي عايزها في المقابلات وفي الافلام. من الاخر عارف ان هو اللي معاه الورقه الكسبانه اللي في اي رهان هتكسبه اضعافها. ماكولي بعدها بسنين بيطلع في مقابله وبيأكد كل الكلام ده عن ابوه، وانه مش بس كان بيعمل كده معاه بل مع كل اخواته السته التانيين، وانه كان بيتعامل معاهم بعنف شديد وبشكل يومي يخنقهم. ماكولي بيقول الكلام ده وهو عارف ان ابوه هياخد المقابله دي ويقاضيه عشان ياخد منه فلوس. اتكلم اكتر وبيقول انه لو ما كانش بينفذ اللي هو عايزه كان ابوه بيعاقبه من انه يخليه يلعب اكتر لعبه بيحبها، كره السله. بيقول ان وسط ما كان بيجيب ملايين ابوه حرفيا كان بينيمه هو واخواته على الكنبه عشان يكسر كرامتهم ويهينهم، يحسسهم انهم ولا حاجه ومهما نجحوا هم تحت سيطرته. ماكولي كان بيتحايل على ابوه انه عايز سنه واحده بس اجازه عشان يكمل دراسته، وانه حس بالتعب والارهاق وعايز يعيش حياته زي باقي الاطفال اللي في سنه. وبالفعل بيوافق ابوه، لكن مش بيعدي كتير وهو بيدخل البيت تاني معاه سكريبت لفيلم جديد. ولمده سنتين بعدها ماكولي كان بيشتغل من غير راحه من فيلم لفيلم، من حفله لحفله، لغايه ما وصل وبقى اعلى ممثلين اجرا، بياخد 8 مليون دولار في التسعينات. ابوه كان عايز يستغل سنه قبل ما يكبر ويخش سن المراهقه ونجمه يطفى ويختفي. مامته باتريشا كانت مختلفه عن ابوه وغير مستغله، ام حنونه طيبه همها الوحيد مصلحه عيالها، شايفه المعاناه اللي بيعيشها عيالها بشكل يومي والزعيق والاهانه اللي بيتعرضوا لها. عشان كده بتقرر بعد 20 سنه وفي سنه 1995 انها ترفع دعوه ضد كيت تطلب فيها الطلاق والحضانه لاطفالهم. قالت انه كان بيخونها بشكل متكرر، بيضربها لحد ما جسمها كله بيزرق، عنيف مع اولاده، وانه غير مؤهل انه ياخد حضانتهم. وهنا الكل بيتابع القضيه وبيظهر اقوى تسريب ان ابو ماكولي وامه كانوا عاملين صندوق ائتماني ليه، فلوس كانوا بيحوشها ماكولي المفروض لمستقبله، بس كانوا حاطين اسمهم معاه بحيث ان هم اللي يتحكموا في الفلوس دي. الصندوق الائتماني ده كان بيقدر ب 50 مليون دولار. طبعا لما ماكولي عرف بيقرر يسيطر على حياته وبيمسح اسامي امه وابوه من الصندوق الخاص بيه. وبسبب القضيه دي حقائق صادمه بتظهر عن حياه ماكولي. ابوه كيت كان بيضرب ماكولي وبيعرضه للاهانه، ما كانش مسموح لماكولي يروح اي مكان من غير اذن ابوه، كان ممكن يضربه بعنف لحد ما وشه كله يجيب دم. وفي مره قرر ماكولي من وراه انه يكلم الشرطه ويبلغهم كنوع من التهديد لابوه. ابوه طبعا ما كانش مهتم لكل ده، هو ما كانش عايز حضانه عياله، هو كان عايز يستمر يبقى مدير اعماله. ولما اكتشف ان الموضوع ده خلاص شبه مستحيل، الناس كلها بتتكلم عنه وحش، القضيه اللي امهم رفعها عليه خلاص هتكسبها، والولاد نفسهم بيكرهوه. وماكولي دلوقتي كبر ومش هيسمح لابوه انه ياخد منه فلوس، فبيقرر انه يهرب ويسيب اطفاله، ما بيودعهمش ما بيكلمهمش، هو بيهرب من سكات وبيسيب البلد كلها. ده حتى ما بيحضرش اخر جلسه في قضيه الطلاق بتاعته لانه عارف ان كده كده هيخسرها. بالنسبه لكيت الموضوع ما كانش عباره عن فلوس بل عن السيطره، هو حرفيا كان عايز يسيطر على ابنه وعياله ومراته ويكونوا على طول تحت رحمته. لكن لما الصحف اتقلبت عليه ملقاش حل غير الهرب. اخيرا بعد ما ابوه مشي ماكولي اخد الحريه اللي ما كانش عارف ياخدها قبل كده، قرر انه ياخد بريك، اتخنق وزهق من التمثيل. بيقول لمامته مدير اعماله الجديد ان هو ياخد اهم قرار في حياته، بيقرر انه يكمل دراسته، ما عندوش اي خطط انه يمثل تاني ابدا. ماكولي كان خلاص اتعقد من ابوه، بعدها سجل نفسه في مدرسه ثانويه عشان يحس ان هو ولد طبيعي زي اي ولد تاني، وبيمر بفتره تمرد. ابتدى يدخن، يشرب نوع من انواع الحشائش كده انتوا عارفينها، كانه حرفيا ما صدق خلص من ابوه، بالعكس بل بيتمرد عليه وهو مش موجود اصلا في حياته. في المدرسه بيقابل ممثله صاعده اسمها ريتشل ماينر، مثلت في مسلسل تلفزيوني. ماكولي اخيرا بيلاقي البنت اللي تفهمه وتحس بمعاناته بشكل عميق، بيلاقي معاها نفسه الحقيقيه، لكن ساعتها كانوا مراهقين وعرفوا ان علاقتهم عمرها ما هتكون مستقره، فكانوا بينفصلوا وبيرجعوا اكتر من مره. فجاه ماكولي بيقرر وهو عنده 17 سنه انه يتجوزها في حفله صغيره خاصه بيهم وباهلهم بس، وعلى عكس تفكير الصحافه وهوليوود اللي بيستغربوا انه ما صرفش فلوسه على المخدرات والكحول ولا بقى مدمن ومات بجرعه زياده زي كتير من الفنانين اللي تعرضوا لنفس الاستغلال والاهانه. هو كان بيرد انه جرب الحاجات دي، جرب المخدرات، جرب الخمره، بس حاسس انها مش مناسبه ليه، ما عجبتوش من الاخر. الحلم الوردي اللي كان عايش فيه ماكولي بينهار كليا لما بتحصل حريقه في بيت والدته باتريشا سنه 1998. بيحصل ماس كهربائي في سخان الشقه، باتريشا ما كانتش لوحدها، كان معاها عيالها السته، البيت بيولع كله. باتريشا بشكل سريع بتخرج كل عيالها من الشقه، لكن وسط التوتر والخضه بتسيب باب الشقه مفتوح، وده بيخلي النار كلها تطلع بره وتموت اكتر من واحد، وبيترفع عليهم دعاوي بمبلغ توصل 80 مليون دولار. حتى ماكولي نفسه اللي كان حرفيا مش عايش مع امه ولا الشقه باسمه اترفع عليه قضيه من شركه التامين انه لازم يدفع فلوس ثمن الاضرار اللي حصلت من الحريق اللي هم بيستغلوه عشان هو نجم وخلاص. طبعا تم رفض القضيه والمحكمه طلعته من الموضوع
الموضوع. بعدها ماكولي بيطلق مراته ريتشل، بيقول ان الحب ما كانش كافي وانهم كانوا مراهقين ومش فاهمين الفرق ما بين الحب والاعجاب. حتى بعد ابتعاده عن التمثيل كان لسه كل ما يمشي في اي شارع الناس بتعرفه وبتتصور معاه، وبعد 6 سنين قرر انه يرجع تاني للتمثيل. بيرجع من مسرحيه اسمها الي، وبعديها بيعمل مسرحيه تانية. من سنه 2003 ل 2005 ماكولي ابتدى يرجع للتمثيل شويه بشويه. المره دي الوضع كان مختلف، هو اللي متحكم في الادوار اللي عايزها. بيقدم فيلم جريء اسمه بارتي مونستر، بيتكلم عن شاب غير طموح مستهتر جدا بيمر بمرحله من الادمان، بيشرب كافه انواع المخدرات والخمره والحياه الليليه الماجنه. الناس حرفيا كانوا منبهره ومستغربين ازاي ماكولي بيمثل دور كبير زي ده، دور اجرأ بكتير من الطفل اللي كان بيمثل في هوم الون. للاسف طبعا الفيلم ما نجحش تجاريا خالص، ولكن ماكولي ما كانش بيفرق معاه. ماكولي كان بيعند مع الجمهور اكتر وبينغمس في حياه هوليوود الصاخبه. بيقدم لجمهوره جلسه تصوير مع تيري ريتشاردز، مصور معروف بستايله الجنسي الاستفزازي، كانه بيقول انا كبرت وفشلت ومتقبل كده. كان بيحاول يعمل لنفسه شخصيه مختلفه تماما عن شخصيته وهو طفل صغير، بيحاول يطلع البراءه اللي الناس رسمينها له. بنوصل للقشه اللي قسمت ظهر البعير. اثناء سهرته في احدى الليالي بيتم القبض عليه وهو سايق عربيته وشارب جرعه من الكحول. كان معاه حرفيا 16 جرام من الحشائش دي، ومعاه كمان مواد مخدره تانية حوالي 20 او 25 حبايه. الاعلام كله تناول الخبر وسخروا منه، تعمدوا يطلعوه وحش ويقارنوه بشخصيته في هوم الون اللي اتحولت للعنه مش قادر يتخطاها، كانها حفره وقع فيها ومش قادر يخرج منها. بعد القبض عليه خرج ماكولي يعبر عن غضبه الشديد انهم عملوا الضجه دي عشان هو ماكولي الطفل بتاع هوم الون، لكن لو اي شخص تاني كان عملها ما كانوش هيأفوروا. ماكولي بيكمل حياته وبيرتبط بممثله اسمها ميلا كونيس لمده 2 سنين، وفي سنه 2005 بيتحط اسم ماكولي في واحده من اشهر القضايا في تاريخ امريكا. القضيه اللي اترفعت على مايكل جاكسون بيتهموه فيها كان بالاطفال. كتير من الناس طلعوا قالوا ان مايكل جاكسون عمل معاهم كده، وكتير من الناس طلعوا كدبوا الخبر، منهم طباخ مايكل جاكسون ساعتها اللي بيقول ان سنه 1993 وهو خارج من اوضته كان رايح ساعتها المطبخ يشرب ميه، وهو ماشي بيعدي على الاوضه اللي كان بايت فيها ساعتها ماكولي، بيفتح باب الاوضه بهدوء وبيتفاجئ بمنظر بشع، بيلاقي مايكل جاكسون بيقرب من ماكولي وبيحسس عليه. ماكولي ساعتها كان عنده 10 سنين. الاخبار ساعتها نشرت الخبر، الكل كان بيسلخ مايكل جاكسون، الكل اهانه ووصفه بابشع الالقاب وانه مهرش وحقير. بعديها اتضح ان حد دفع للخطاب $100,000 عشان يشهد زور ضد مايكل جاكسون. ساعتها ماكولي حس بالحزن والتعاطف اتجاه مايكل جاكسون وموجه الكراهيه اللي حصلت له. ماكولي بيطلع للاعلام وقعد يبرر ان مفيش اي حاجه من دي كانت بتحصل، وان ايامه مع مايكل جاكسون كان في منتهى السعاده، وكان بيفصل من التعنيف اللي بيتعرض له من ابوه ومن الصخب اللي بيمر بيه في هوليوود. كانوا بيلعبوا مع بعض كتير جدا، هو ومايكل جاكسون كانوا بيناموا مع بعض في نفس الاوضه، بس اوضه مايكل جاكسون اصلا كانت دورين، اللي هو ماكولي كان بينام في دور ومايكل جاكسون فوقيه، وان مايكل جاكسون كان بيحبه لان هو حاسس بيه، حاسس بمعاناته، كان بيتكلم معاه كانه فرد من عيلته. وبعد ما ذكر اسمه في القضيه قرر انه يكون شاهد في صف مايكل، وقال لهيئه المحلفين ان مايكل جاكسون مش متحرش وعمره ما لمسه قبل كده بشكل غير لائق، ولا حتى شافه بيعمل كده مع اي حد تاني، وشهادته غيرت مسار محاكمه مايكل بالفعل بياخد براءه من القضيه، بس بعد ما خلاص كانت سمعته اتدمرت للابد. وكشخص حساس زي مايكل كانوا بيقولوا ان ده سبب وفاته اصلا. لو حابين نحكي قصه مايكل جاكسون قولوا لي في الكومنتات، ممكن نحكي قصته بالتفصيل لان القضيه دي دمرته بالمعنى الحرفي للكلمه او غيرت عيون الناس حواليه. ماكولي طبعا بعدها حياته المهنيه بتتاثر، الطفل البريء انتهى وتحول لشاب عادي لا يمتلك نفس كاريزما طفولته ولا عنده قبول اصلا في نظر المخرجين، بيتم استبداله بممثلين تانيين، بيبطل يجيله ادوار او مخرجين يختاروه، ده بيخليه يكون في فتره تشتت، هو مش عارف الناس عايزه منه ايه والمفروض يعمل ايه. كل ده بيدفعه انه يختفي تماما عن هوليوود، يتصالح مع نفسه وذاته. كتب كتاب عن قصه حياته وعلاقته المضطربه مع ابوه على امل ان هو يتحسن، وازاي تعامل مع الشهره في سن صغير. في 2008 بيجي خبر بيصدم ماكولي وبيدمره نفسيا، بيعرف ان اخته داكوتا اتقتلت وهي راجعه من البيت، عربيه داست عليها، السواق ما هربش وحاول ياخدها للمستشفى، لكن الصدمه في دماغها كانت شديده جدا وما قدروش ينقذوها. الخبر ده بيصدم ماكولي هو وعيلته، موت اخته بيفضل مأثر عليه لحد النهارده.
النهارده كانت اقرب حد ليه، وموتها سبب له صدمه وحاله من العزله اللي خلته يكره كل حاجه. ولكن الاخبار مش بتقف لحد هنا. بعدها بسنتين في 2011 ماكولي وحبيبته ميلا بينفصلوا. بيظهر في بودكاسته بيقولوا الانفصال كان سيء جدا ومرعب. هي ما كانتش حاسه بالحزن لكن بالندم، لان هي حسب كلامها وباعترافها كانت الطرف التوكسيك والسيء في العلاقه. ما رضتش تقول تفاصيل اكتر من كده، لكن في نظريات كتير بتقول انها خانته يا سابته. تخيل حبيبتك تسيبك بعد 7 سنين في اكتر وقت كنت محتاجها فيه. علاقتهم من الاول كانت سريه، وحتى بعد انفصالهم محدش فيهم صرح باي حاجه عن التاني. في 2011 بتنتشر صور لماكولي في كل المجلات والصحافه والاعلام. الصوره اللي طلعت ترند، ماكولي رفيع جدا، لونه باهت، وشه مرهق، باين عليه التدمير الذاتي والادمان. انتشرت اشاعات كتير، الصحفيين كانوا بيقولوا ان هو مدمن مخدرات، في ناس قالت انه مكتئب، في ناس قالت انه مريض وعيان، بس مفيش اي دليل على كلامهم. ماكولي بعديها بفتره بيطلع وبيعترف ان الفتره دي فعلا كان بيشرب مخدرات، وان دي من اسوأ فترات حياته، وكان عارف انه في يوم من الايام نتيجه اللي حصل له والصدمات النفسيه اللي مر بيها انه اكيد هينغمس في الحياه دي وهيجربها اكتر من مره. ده غير انه كان ساعتها كان عنده اضطراب في الاكل واكتئاب مزمن، وكان دايما حاسس طول الوقت ان ملوش لازمه. بيفوق من اللي هو فيه بعد انتشار صورته وبيدرك انه خلاص وصل للحديد. بيقرر انه يعمل حاجه مختلفه، يغني. بيأسس فرقه موسيقيه اسمها بيتزا، بيغنوا نوع من الاغاني بتاع الاندر جراوند. في 2013 بينتقل لباريس عشان كان اتخانق من الصحافه الامريكيه اللي ما بتصدق فضيحه تطلع عنه، ومن عدم الخصوصيه والاهانه اللي كان بيتعرض ليها. سافر باريس عشان محدش هناك كان هيتعرف عليه، او حتى لو عرفوه مش هيبقوا مهتمين بيه. بيقعد هناك فتره كبيره جدا، بيحاول يعني زي ما تقولوا كده يرجع نفسه تاني لبراءتها، بيحاول يلم بقى الدنيا، بيحاول يوصل للسلام. ولكن طبعا اثناء الفتره دي في حاجه بتنغص عيشته. ابوه بيطلع في تصريح بعد سنين من الهجر، بعد سنين من ان ماكولي مش عارف عنه حاجه، وبيقول انه مش عايز اي حاجه تربطه بماكولي، وانه مش بيعتبر ماكولي ابنه اصلا. تقريبا ابوه كان عايش شويه اهتمام بعد ما اتنسى، زي عاده اي نرجسي. ماكولي كالعاده تجاهله واشترى راحته. بيقرر يرجع تاني لامريكا، لكن المره دي بسبب مراته بريندا سونج اللي بيتعرف عليها في 2018 خلال تصوير فيلم تشينج لاند. ظروفهم كانت مشابهه لبعض، الاتنين مثلوا في سن صغير، اتعرضوا لضغوطات نفسيه، وقعوا في حب بعض بسرعه، وحس معاها بالاحتواء اللي بيدور عليه طول عمره. لكن كان طول الوقت خايف من فشل العلاقه، حاسس بعدم ثقه في نفسه وانها مش هتكمل شبه علاقاته اللي فاتت. وعلى عكس توقعاته، شونج كانت دايما جنبه بتطمنه. واخيرا بعد ما فقد الامل انه يكون اب بسبب المشاكل اللي اتعرض لها، بيوصل لمرحله من النضوج والتعافي انه يحافظ على زواجه. وفي 2021 هو وثونج بيشوفوا ثمره علاقتهم وبيخلفوا ولد، وماكولي بيسميه داكوتا على اسم اخته اللي توفت تخليدا لذكراها. في 2023 ماكولي بيحضر افتتاح نجمته على ممشى هوليوود، وكانت بالنسبه له لحظه فخر، كانه هنا جنى كل تعبه. ماكولي كان متاثر جدا والقى خطاب مؤثر، وشكر مراته اللي كانت مبسوطه اكتر منه، وقالت انها خلت عنده هدف واغلى حاجه في حياته هي العيله. لغايه دلوقتي مفيش اي تواصل ما بين ماكولي وابوه. نقدر نقول ان ماكولي وصل لمرحله من حياته ان دلوقتي لقى الهدف اللي يعيش علشانه، قدر يتخطى الماضي ويبدا من جديد مع واحده قدرت تفهمه وتطلعه من الدوامه اللي كان محبوس فيها. بقى هو المسيطر على حياته، بقى يعمل اي حاجه عشان يسعد مراته وولاده. وبكده تنتهي قصه ماكولي. وهنا عندي سؤال مهم، ايه رايك في تصرف الاب؟ انا عارف ان انت شايف ان الاب استغلالي مادي، بس يا ترى لو كان الاب ده بتفكير مختلف كان ممكن يامن حياه ابنه وهو صغير ويخليه يكبر مش محتاج يمثل تاني، بدل ما هو حرفيا بياخد منه فلوس وبيدمره. وهنا السؤال، هل ماكولي ضاع لانه فشل، لانه ما قدرش يستغل طفولته دي ويعلم مع الناس، ما قدرش يحوش او يجتزئ مال من الطفوله دي، ولا بسبب ابوه اللي كان دايما بيعرضه للتعنيف والضرب والاهانه وبيستغله بابشع الطرق؟ قول لي رايك في الكومنتات، وكالعاده ما تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو سريع للناس لو حبيت الفيديو حابب المحتوى، وبيس.